يا مساء الخير عليكم. مش محتاجة كلام، يلا بينا نعمل أجمد طبق فتة هتاكلوه في حياتكم. أول حاجة هنعملها هنسلق الفراخ في حلة على النار. هننزل بمعلقة سمنة تسخن كويس، وبعد كده هننزل عليها بحبهان ورق غار وزعتر يسخنوا ويتشوحوا كويس ويطلعوا الزيوت العطرية اللي فيهم عشان ناخد أحلى نكهة. ننزل بعد كده بالفراخ تتشوح هي كمان معاهم كويس. يا سلام على الريحة، الطشطشة دي احلى حاجة. خضار معانا، طمطومة، بطاطساية، بصلاية، جزراية، ولو في كوسة، الخضار اللي متاح عندك يتشوحوا مع بعض كويس. ننزل عليهم بالمية المغلية. يا جماله، حطينا فلفل اسود وملح وهنسيبها تغلي تستوي بقى براحتها، مش مستعجلين. هنكمل بقية الحاجات على ما الفرخة تستوي. نخلي بالنا بس اول ما تغلي نرفع الغطا شوية عشان ما تفرش وتبهدل البوتاجاز، ومن وقت للتاني نقلبها علشان تستوي كويس. دلوقتي بقى على ما الفرخة تستوي يلا بينا نجهز بقية الحاجات. اول حاجة يلا نجهز صلصة الفتة. كام فص توم هندقهم كويس وننزل بيهم في معلقة سمنة على زيت متسخنة، يتشوحوا كويس لحد ما يبقى لونه ذهبي. نكون محضرين طبعا معانا عصير الطماطم. اول ما التوم ياخد اللون الجميل ده ننزل بعصير الطماطم على طول. معانا ملح، فلفل اسود، كمون على كزبرة مطحونة، سنة سكر علشان تعدل الحموضة، ونسيبها بقى تتسبك براحتها. نقلتها على عين تانية ويلا دلوقتي نحضر شوربة لسان العصفور. في معلقة زيت او سمنة مش هتفرق، نحمر لسان العصفور كويس لحد ما ياخد اللون الذهبي، وننزل عليه بمرقة الفراخ نزودها. نزود شوية مية مغلية علشان الشوربة متبقاش تقيلة قوي ودسمة. هنظبط الملح وبرضو ما نغطيهاش عشان ما تفرش. الفرخة معانا استوت الحمد لله. يلا نعمل الرز. معلقة سمنة على زيت، ومعانا رز مصري غسلناه وصفيناه كويس وهنشوحه في السمنة والزيت. محتاجين ان احنا نقلب فيه طول الوقت لحد ما نلاقيه اتشوح كويس. هنزوده بمرقة الفراخ طبعا هتديله طعم مختلف ومميز، ونزود شوية مية مغلية. نظبط الملح بتاعنا، نسيبه يغلي الاول على نار عالية، ولما يبتدي يتشرب هنوطي عليه خالص ونسيبه يستوي براحته. لسان العصفور يغلي غلوتين ونغطيه ونطفي عليه. ادي الرز بدأ يتشرب، وادي لسان العصفور استوى في المرقة بتاعته، والصلصة معانا اتسبكت. اللهم بارك. شايفين الرز مفلفل وكل حباية بحبايتها، حاجة كده تحفة. فاضل نحمر الفراخ. لو في سمنة بلدي يبقى كويس قوي، مفيش يبقى خلاص معلقة سمنة اي نوع وعليها شوية زيت عشان السمنة ما تتحرقش، ونحمر الفراخ. احنا بنحب نشيل من عليها الجلد. رشة ملح على فلفل ونحمرها كويس. على ما الفراخ تتحمر احب اقول لكم ان انا يسعدني جدا لو عندكم اي تعليقات او اي ملاحظات على طريقتي، او لو انتوا بتعملوا الحاجة بطريقة مختلفة وشايفين انها احلى، طبعا يشرفني ان انتوا تقولولي. انا بحب اخد افكار من كل مكان ومن اي حد وبحب اجرب، فتقدروا يعني تكتبولي. عايزه اقول لكم ان مهما اكلنا اكل مختلف والحاجات بقى الفاست فود وكل الاكل اللي ولادنا بيحبوه ده، بس في الاخر بنحن للاكل بتاعنا القديم، اكل امهاتنا واكل بيوتنا زمان مفيش زيه. مهما كلنا ومهما رحنا مطاعم ومهما جربنا اكلات جديدة وحاجات مختلفة، بس فعلا اكلنا ده يعني
كفاية ان هو بس بيفكرنا بكل حاجة زمان، بكل حاجة حلوة، بمعنى اصح بحس انه بيربطنا بماضينا. معنا الصلصة هنحط عليها مغرفتين كده من مرقة الفراخ، ناخد منها معلقتين 3 علشان نعمل الفتة على العيش اللي محمصينه عادي في الفرن، وعليها مغرفة مرقة، والرز، مغرفة صلصة، وبس كده اجمد طبق فتة. ايه رأيكم؟ اتفضلوا معانا، ويا رب اكون كنت خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.